يا جماعة بلشتوا بحواضر البيت وفطورات سريعة وخفيفة ولا لسه؟ جماعة يوتيوب كل عام وانتم بخير كمان مرة، رمضان كريم ينعاد عليكم. اكتبوا لي تحت بالكومنتس كيف رمضان معكم لهلا، وان شاء الله يكون رمضان خفيف لطيف وصيام مقبول وافطار شهي. اليوم جبت لكم اشي من حواضر البيت، بس مش اي اشي. بطاطا مع شاورما لحمة مع بيواز مع بندورة مع صوص، اشي بيشهي. شوفوا لي هالوصفة بعدين جربوها. ما تنسوا هلا تشتركوا بالقناة ونقول بسم الله. نبدأ بالبصل. ننقلهم بصحن، تأكد انه ما يكون فيه قشر. واللي عنده طريقة كيف يقطع البصل من دون ما عينه تدمع يكتب لنا تحت في التعليقات. بعدها راح اجيب شوية بقدونس. دائما البقدونس يكون نص كمية البصل، يعني اذا استعملنا حبتين بصل نستعمل اقل من ربع قمة البقدونس بشوي، ونفرمها فرمة خشنة فوق البصل. راح اضيف معلقة سماق فوق البصل والبقدونس، اخلطهم سوا. هيك البيواز صار عندي جاهز، راح اتركه على جنب ونبلش بالشاورما. عندي هون نص كيلو من البيبي فيل او لحم العجل الرضيع. هاي اللحمة تحديدا من قطعة الكتف، ولما نطبخها راح تدوب دوب. نصيحتي لكم لما بدنا نعمل شاورما اول اشي بس بده طبخ على النار نستعمل البيبي فيل. راح اقطعها على شرحات صغيرة. اللحمة عندي جاهزة والطاولة نظيفة. هلا صار التتبيل. معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، نفس المعلقة توم بودرة، بهار مشكل أو بهارات سبعة كمان نفس المعلقة، معلقة كمون، نص المعلقة قرفة، نص المعلقة هيل مطحون، معلقة لبن كبيرة، شوية طحينة تقريبا معلقتين كبار. الطحينة راح يفرقوا بالطعم مليون. الليمون كمان معلقتين كبار، زيت الزيتون كمان معلقتين كبار، فلفل أسود رشة خفيفة بس، معلقة ملح كمان ربع، وبنخلط. هيك اللحمة صارت جاهزة عندي. هلا راح اخليها نص ساعة بالثلاجة. طبعا تقدروا تخلوها طول الليل، تقدروا تخلوها قد ما بدكم ساعة ساعتين، لكن لنوعية اللحمة اللي انا مستعملها هون نص ساعة بكفيها. وبمقلاية حامية على النار راح انزل بشوية زيت نباتي واخليه يحمى شوي. شوف الزيت اذا حمي 100. راح نقلي البطاطا وبنزل الشاورما على الزيت الحامي. شوفوا عشان نضمن انه المقلاية عندي ما تنزل حرارتها ويصفي اللحمة زي كأنه مسلوق، ما نضيف كمية كلها مرة واحدة، نضيفها على مرحلتين او ثلاثة عشان نضمن لون ذهبي بنفس الوقت يكون طعم الشاورما خرافي. ودي هاللون ما احلى. هذا مصفر. والبطاطا سخنة رشة ملح ونقلبها. نبدأ بالطحينة. راح احتاج كوب كامل، نص ليمونة معصورة، رشة ملح، وبنخلط. من بعدها
بنضيف نص كوب مي وبنخلط. كيف بدنا نعرف انه قوام الصوص عنا صح؟ المعلقة بالصحن رح احط البطاطا، رح انزل باللحمة، بننزل بالطحينة، شوية بيواز وشوية بندورة مفروم ناعم. هلا ما بعرف بدكم تسموها فتة او فرايز لودد شاورما، بطاطا وشاورما، انتو حرين. هسه الوصفة صارت عندكم، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تشتركوا بالقناة. بشوفكم بالوصفة الجاي.